خطة الكرة في مصر مبنية على الخوف من الاهلي والزمالك. في 14 نادي في الدوري المصري كلهم خدامين للاهلي، ضحايا. دول ضحايا. يعني ايه ان الاهلي يلعب في افريقيا كمان 10 ايام والزمالك بيلعب في الكونفدرالية، فالاهلي هيلاعب صن داونز مثلا في جنوب افريقيا والزمالك هيلاعب اتحاد القلقاس في الكونفدرالية، فقوم جاي مأجل للاهلي 10 ماتشات في الدوري والزمالك 10 ماتشات عشان هم عندهم بطولة قومية، هم رايحين يحرروا افريقيا في الكورة. فلا يا عم، مش لازم يا عم الحاج. انت قايمة كل نادي فيها 40 لعيب، قايمة كل نادي فيها 40 لعيب. انا افتكر في سنة من السنين ليفربول لعب يوم الاحد في الدوري ويوم الاثنين في كاس العالم للانديه. يعني كلوب قسم ليفربول لفرقتين، ليفربول مش الاهلي بقى ولا الزمالك ولا سيمبا ما بص، ما انا مش مشكلتي ان عندي فريق في مصر ناجح محتل قاره افريقيا، بياخد افريقيا وبيلعب كاس عالم للانديه وبيلعب دوري وبيلعب سوبر افريقي ومش عارفه بيلعب دوري كونتيننتال. انا مش مشكلتي يا باشا، انا كاتحاد كوره اعتز بنفسي وببطولتي. قائمتك فيها 40 لعيب وانت عندك الاربع انديه اللي هيشاركوا في البطولات الافريقيه، بتيجي كده على لائحه تمضي كل نادي ان لو ليك ماتش يوم الاثنين في الدوري وعندك ماتش يوم الخميس في كاس القارات، انا مش مشكلتي. انا كاتحاد كوره ماليش دعوه. انا هاجل لك في حاجه واحده، لو انت رحت نص النهائي البطوله القاريه هاجل لك اسبوع، لو رحت النهائي هاجل لك اسبوع، وبعد ما ترجع من البطولات دي اضغطك في 5 ايام تلعب الماتشين، فهتلاقي ترتيب الدوري سواء للاهلي او للزمالك او لفرقه الكنافه كلها ماشيه واحد. انما كل الانديه لازم اتحاد الكوره الاهلي يرجع يطحن الفرق كلها في الدوري، ناجل له 5 ماتشات، الزمالك يجي من الكونفدراليه يلاقي بيتحسب له ضربه جزاء. مش لازم يا جماعه، هي مش في القاموس يا عم ان الاهلي والزمالك رجاله على فرق الدوري. لا عادي يا جماعه، عادي الاهلي ينغلب في الدوري والزمالك يطلع عينه من بلديه المحل، عادي. هتلاقي نفسك عندك منافسه. انت قائمتك فيها 40 لعيب، بتاخد ال 40 لعيب تلعب منهم طول الموسم 18 لعيب، وبقيه ال 22 لعيب انت بتاخدهم تفسحهم، تلف بقى بيهم من الامارات، تروح شويه الصومال تعبي بنزين. لا عادي، عادي يا جماعه. الاهلي والزمالك يرجعوا ينضغطوا ويبقوا ماضيين على لائحه ان كل فريق هيرجع ينضغط.